محمد هاني ازاي باك يمين النادي الاهلي من ساعه ما طلع، من وقت ما طلع، وهو لو انا جيت له عديت له الاسيستات اللي عملها في حياته ممكن اعدها له. يعني ليه 12 سنه في النادي الاهلي ممكن اعرف اسيستاته من كتر ما هي قليله. طب انت بتتميز بالحاله ايه؟ بتتميز انك انت دفاعيا كويس، ده ما شفناهوش امبارح. استيفاو الواد كلك وكله، كنت انت ايه؟ كان ناقص تركب ظهر جديد من الوكله اللي وكلها لك. دي اول حاجه. سرحان مش متمركز صح. كرة الهدف الاول بتعمل فاول، لعيب مزنوق ورايح يرجع لملعبه تاني، عملت فاول لبسنا منه الهدف الاول. كرة الهدف الثاني سلمت نيمار ووقعت في الارض، بدل ما كان لعيب اساسا لعيب طويل، يعني سرعته قليله، يعني كنت تقدر تحصله، كان اساسا هو مش قادر يمشي بالكره وكان هيتطرف. انت بعت نفسك وخليته يتمكن من نفسه ويلم نفسه ودخل على الجون وجاب الهدف الثاني. النادي الاهلي يستحق باك يمين احسن من كده. الكارثه ان في مصر محمد هاني ده يعتبر من احسن الباكات رايت في مصر. ليه؟ لان محمد هاني مفيش من احسن منه. يعني ازاي منتخب مصر يستحق برضه باك يمين احسن من كده؟ اما يكون منتخب المغرب عنده اشرف حكيمي ومزراوي وعندهم الشيب اللي في الدوري المصري ما بيروحش المنتخب غير فين وفين. شوف الجوده، واحنا عندنا محمد هاني، ففي فرق كبير.